تعال نشوف واحدة مسيحية بتشرح الكلام اللي بيدور ما بينها وما بين صديقها مينا المسيحي برضه، وشوف بيقول لها ايه. يا جماعة، الناس اللي بتقولي انتي مسيحية وازاي تحطي اجواء رمضان وزينة رمضان في البيت، احب اقول لكم ان انا كنت بكلم واحد زميلي اسمه مينا وبيقول لي صلي على النبي في قلبك كده. يا جماعة، احنا شعب ملهوش كتالوج يعني. جت على زينة رمضان، صلوا على النبي. واحد تالت دلوقتي مسيحي عازم صاحبه المسلم. لو انت شفت ملامح المسيحي وسماره المصري الاصيل، انت برضه ما كنتش تعرف ان هو مسيحي، لولا ان هو صاحبه المسلم قالك ان في واحد مسيحي صاحبي عازمني. صاحبي المسيحي عازمنا على الفطار النهارده يا جماعه. طب احنا مسلمين يا اخي، انت بتعمل معانا ايه النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين. حبيبي يا سمر يا جماعه عازمنا على الفطار النهارده. حبيبي لا، يا سمر. ده الطبيعي بتاعي يا جماعه. ده كل الطبيعي سنه بتاعي. كل سنه كل لازم سنه وانتم نعزمك. طيبين. وبما ان البيوت مفتوحة من زمان وبيعزموا بعض من زمان، فبيباتوا عند بعض من زمان. انا كمسلم مصري ادام هبات عند صاحبي المسيحي المصري، هل بقى يعمل نفسه مش واخد باله من شوية اعتبارات رفيعة كده انه يجيب لي مصلية عنده في البيت؟ جدعان، صاحبي المسيحي اخيرا جاب لي مصليه في بيته، عشان لما بروح عنده ما بلاقيش مصليات اصلي. جبت لك مصلية يصلي عليها اتنين، مصلية طول، ولا تزعل نفسك عشان مصلية. بص